معلومات لازم تعرفها عن الفسيخ قبل شم النسيم، وكل سنه وانتم طيبين. فكر قبل ما تاكل السعرات الحراريه في الفسيخ والرنجه، والكميه المسموح لنا في اليوم الواحد قد ايه. السنه دي شم النسيم جاي في رمضان، وطبعا كل الناس قاعده تجهز اليوم ده من فسيخ ورنجه وملوحه. بس انت فكرت السعرات الحراريه الموجوده في الفسيخ والرنجه والسردين قد ايه؟ طب ايه الكميه المسموحه للفرد في اليوم الواحد؟ يلا بينا نشرح السعرات الحراريه في الفسيخ. لكل 100 جرام من الفسيخ ما بين 100 ل 180 سعر حراري، وبيختلف السعرات حسب درجه الملوحه. وطبعا احنا لازم نحط التاتش بتاعنا ونزود نكهات من عندنا عشان تزود السعرات اكتر، زي الفسيخ بالكريمه والليمون. انا ما اعرفش دي ايه، بس انا لقيت كله بيوصف الوصفه دي 600 سعر حراري، ولو حطيت 70 جرام فسيخ بس تبقى 400 سعر حراري. تاني حاجه عندنا السعرات الحراريه في الرنجه. في كل 100 جرام من الرنجه في 300 سعر حراري، متخيلين ان الرنجه اكتر من الفسيخ. تالت حاجه الملوحه، كل 100 جرام فيها 350 سعر حراري. طب هي ايه الكميه المسموح بيها للفرد في اليوم الواحد؟ 200 جرام بس، والكميات الكبيره منه بتسبب لك تلبك معي وتسمم غذائي. وحاجه كمان بعيد عن السعرات الحراريه، الرنجه والفسيخ فيها نسبه عاليه من الاملاح، وده بسبب تخزين كميات كبيره داخل الجسم من الميه. وكمان هتحس انك عطشان طول اليوم. وكل سنه وانتم طيبين، واللي زعل مني ما تزعلش، وكل سنه وانت طيب.